يا أهلا وسهلا. تعالوا النهاردة نتكلم عن الفجوة الكبيرة اللي بين أحلامنا وبين الواقع اللي بنعيشه فعلا. فاكرة زمان لما كنتي بتحلمي باليوم اللي هتتجوزي فيه؟ كنتي شايفة جوزك فارس الأحلام وبيتك جنة صغيرة وضحك ولعب وحب مالي كل ركن في البيت. كنتي شايفة نفسك أم سعيدة ومثالية، هتطلعي أحسن أولاد في الدنيا وهتعيشي القصة اللي في خيالك. كنا متخيلين إن الجواز والأمومة بداية لحياة وردية من غير عكننة ولا تعب. كنا شايفين الصورة الكاملة من بعيد ومن غير أي تفاصيل. بس لما نزلنا للواقع اتصدمنا. لما دخلنا جوه الصورة لقينا التفاصيل مختلفة. الجواز مش بس حب ورومانسية، فيه مسؤوليات، فيه خلافات، فيه ضغوط. الأمومة مش بس ضحك ولعب، فيه سهر، فيه تعب، وفيه قلق طول الوقت. وفجأة بدل ما نعيش الحلم بقينا بنلوم نفسنا. كم مرة بنقول من جوانا أنا مش الأم المثالية، أنا مش الزوجة اللي كنت بحلم أكونها. والأصعب من كده إننا ساعات بننسى نفسنا خالص وسط كل الزحمة دي. طب يا ترى إيه اللي خلانا نوصل هنا؟ وصلنا لكده إزاي؟ أول سبب إننا رفعنا سقف توقعاتنا فوق السما. حطينا توقعات خيالية ومش واقعية، فكرنا بطريقة مثالية. تاني سبب إننا طول الوقت بنبص للناس ونقارن حياتنا بصور على السوشيال ميديا، ولا يمكن يكون ده شكل الحياة طول الوقت. وتالت سبب إننا نسينا إننا بشر لينا طاقة وحدود وإمكانيات، وإن الكمال مش لينا. وفي الحقيقة انت مش لوحدك. كتير من الأمهات عايشين نفس الدوامة وبيسألوا نفسهم نفس السؤال: ايه اللي حصل؟ ايه اللي وصلني من الصورة الجميلة دي للواقع اللي أنا عايشاه دلوقتي؟ الحقيقة مش إنك فشلتي، لأ بالعكس. اللي حصل إنك اتسحبتي جوه دوامة المسؤوليات لدرجة إنك نسيتي نفسك، نسيتي البنت اللي كانت بتحلم، نسيتي تفاصيل شخصيتك القديمة. ومن هنا بيبدأ الحل. وقفي لحظة واجهي نفسك. أنا مين؟ أنا كنت عايزة أوصل لفين؟ خليني أسألك كام سؤال صغير. إمتى آخر مرة ضحكتي من قلبك مع ولادك من غير ما تبصي للساعة؟ إمتى آخر مرة كلتي حاجة بتحبيها من غير ما تحسي بالذنب؟ إمتى آخر مرة قلتي لنفسك أنا كفاية حتى لو مش مثالية؟ صدقيني، الكمال مش مطلوب منك. ربنا ما طلبش الكمال، لكن طلب الاجتهاد. والمثالية اللي بتدوري عليها وهم مش موجود في أي بيت في الدنيا. طيب تعالي نشوف ايه اللي ممكن نعمله. أول خطوة: بطلي تجلدي نفسك. كل مرة بتقولي أنا فاشلة، أنا مقصرة، انتي بتهدي نفسك من جوه. جربي تعكسي الجملة. قولي أنا تعبانة بس أنا بجتهد وبعمل اللي أقدر عليه، وإن شاء الله هكون مأجورة عند ربنا. تاني خطوة: دوري على لحظات صغيرة لنفسك. يا ستي مش لازم تبقى ساعة كاملة، أي وقت تقدري عليه، إن شاء الله حتى دقيقتين وانتي واقفة في المطبخ. سيبي اللي في إيدك واقعدي على كرسي في ركن، تنفسي بهدوء، خدي نفس عميق وطلعي الطاقة السلبية اللي جواكي. تالت خطوة: شاركي أولادك اللحظة. لما تلعبي معاهم أو تضحكي على أي موقف بسيط أو غريب عملوه، انتي مش بس بتسعديهم، انتي بتسعدي نفسك قبلهم، انتي كمان بتتعافي. رابع خطوة: اقبلي فكرة ان مش كل حاجة لازم تبقى كاملة. البيت مش لازم يبقى بيلمع 24 ساعة، الأكل مش لازم يبقى بيرفكت كل يوم، الولاد مش لازم يطلعوا عباقرة في كل حاجة. وصدقيني أول ما تقبلي ده هتحسي براحة نفسية وبارتياح رهيب جواكي. لما تلاقي نفسك بتقارني حياتك بالصور على السوشيال ميديا، اسألي نفسك: هو الكادر ده بيوريني الحقيقة ولا مجرد لقطة متصورة؟ والله أعلم بعدها في ايه. يا حبيبتي خليني أقولك إن الأمومة عبادة. كل مرة بتسهري مع عيالك، كل مرة بتطبخي بحب، كل مرة بتتعبي بس بتقفي وبتسندي بيتك، دي كلها حسنات عند ربنا. يمكن الناس ما بتشوفش ده، بس ربنا شايف وعالم. والدعاء من أكتر الحاجات اللي هتساعدك وتقويكي وتعينك تكملي. قولي من قلبك: اللهم أعني ولا تكلني لنفسي طرفة عين. الجملة دي لوحدها تخليكي تفتكري إنك مش لوحدك، وإن ربنا معاكي، هو اللي هيقويكي وهو اللي هيعينك. صدقيني أول ما تفوقي من الصورة الوهمية اللي حطيتي نفسك فيها هتحسي إنك أخف وأهدى وأقرب لنفسك اللي كنتي بتحلمي بيها زمان. يمكن الحياة مش نسخة من الحلم الوردي، لكنها لسه قادرة تبقى حياة حقيقية فيها رضا وفيها معنى. خليني أقولك حاجة مهمة:
الحلم اللي كان جواكي لسه موجود، يمكن مش بنفس الشكل الوردي، لكن لسه عايش وممكن يتحقق بواقعية أجمل لما تدي لنفسك فرصة تعيشي وتتنفسي وتستمتعي باللحظة. ممكن يتحقق بضحكة حقيقية من قلبك مع ولادك، ممكن يتحقق بلحظة دافية في بيتك، ممكن يتحقق بمواقف جميلة بتبنيها يوم ورا يوم مع أسرتك، ممكن يتحقق بواقعية أجمل لما تدي لنفسك فرصة تعيشي وتتنفسي وتستمتعي باللحظة. في الآخر انت مش فاشلة، انت عظيمة لأنك أم، وده في حد ذاته حاجة كبيرة جدا عند ربنا. يمكن بتتعبي ويمكن بتغلطي، بس طول ما نيتك صادقة لله فانت ناجحة. المهم انك بتجتهدي، مش المهم النتيجة ايه. وانا عارفة انك تقدري وهتقدري المرة دي كمان. وخليكي فاكرة دايما سعادتك بإيدك، ومفتاحها بيبدأ بخطوة صغيرة ترجعك لنفسك.